يومنا هيتحدد بالحروف الابجديه. 9 8 7. هنمشي بالتسلسل ألف ب ت. صرفت كتير قوي. هي رايحه فين؟ ألف هنروح مثلا ألفا ماركت، ب هنروح بون ابيتي. احنا دايخين على حرف الضاد. طيب هنبدأ بإيه؟ لا سوري، احنا أكيد هنبدأ بالألف، قصدي هنبدأ بمين؟ انا نور. عشان انت اللي ماسكة الدركسيون يعني. اه ماشي، ألف ب ت. ماشي. ونكمل بقى على كده. ماشي، اتفضلي اختاري حاجة محل بحرف الألف. الف محل، مطعم، صيدلية. اوسكار. ماشي. ايه سوبر ماركت أوسكار بحرف يلا بينا. الألف. يلا بينا. هنخش نجيب حاجة واحدة بس. ده هو لازم حاجه واحده بس حاجة واحدة بس. ولا عشان فلوس يعني؟ لا هو قولي حاجة عادي واحدة. مش هنضايق. ما احنا لو جبنا اصل 28 احنا يعني حاجة في يوم كفاية، مش لازم نجيب 56 حاجة. طيب يلا يلا حاولي ما تعمليش حادثة بينا زي المرة اللي فاتت. يا عيب. جماعة روحوا شوفوا الفيديو بتاع نور، الأستاذة عملت حادثة بالعربية. هو الحمد لله العربية ما جرالهاش حاجة، بس برضه روحوا شوفوا أنا عملت فيها إيه. وأنا كنت مقررة قرار نهائي إنها ما تسوقش تاني، وزي ما أنتم شايفين كده أنا رجعت في القرار الحمد لله. الحمد لله يا جماعه. فروحوا شوفوا الفيديو بس لما تخلصوا الفيديو ده. ويلا نكمل بقى، أو يلا نبدأ بقى الحروف الأبجدية. يلا ألف أوسكار. يلا هتجيبي إيه يا نور؟ هخش اشوف بقى. حاجة واحدة بس. حاسه اني جعانه شويه. حاجة واحدة بس. خدي بالك اليوم طويل والحروف طويلة. اعملي حسابي. هو بحرف الأو يا جماعة، بس بحرف الألف كمان. بالعربي. بالعربي. الحمد لله لقيته. على فكرة يا نور المفروض تجيبي حاجة بحرف الألف. ايه ده يعني صعبة مش كده؟ طب يا جماعة احنا على مركبنا العربية كانت نور شربت الميكسر. فيها نور. بصي هو يعني ايه يا حبيبتي هو فيه؟ صغير قوي مش كده يا ماما. والله صغير جدا يعني. بصوا يعني كبروا العلبه شويه يا ميكس، قصدي يا جهينه. ودلوقتي حرف الب عشان الفيديو طويل جدا وعايزين ننجز فيه. انا اللي اقول حرف الب. بطاطا. لا مش ايه ده؟ سوري عمرو دياب. كوبي رايتس عمرو دياب. انا اللي هقول حرف الب. هو يا جماعه بلبع فتح في القاهره في الشيخ زايد، وانا سعيده جدا بالموضوع ده. ده اعلان لبلبع بالمره. والنهارده اليوم الفري بتاعي وقررت ان انا اتغدى في بلبع. به بلبع، بس المفروض ان انا اجيب ايتم واحد، مش عارفه اجيب ايه. بصي احنا هنخليها مثلا 100 ايتم فكده يبقى يعني لايق شويه. يعني نعمل استثناء. اكسبشن لبلبع. نعمل استثناء لبلبع وهيبقى هنتغدى في بلبع. ويلا بينا هنخربها يا جدعان. وصلنا بلبع اهو يا جماعه، وشكله حاجه مبشره بالخير. يا جماعه انا كنت جعانه جدا ونسيت اصور الاكل قبل ما ينزل، فصورته لكم بعد ما خلصنا معظمه يعني. بس هو الاكل كتير الحقيقه وما قدرناش نكمله يعني. فدلوقتي هنروح على نادين وحرف الت. يلا يا نادين، ما تهربيش يا نادين وتعالي. ما اعرفش يا ماما. حرف التاء. تاء. الترزي. ترزي. تعملي ايه الترزي؟ اي حاجه. وبعدين مين الترزي ده يا حبيبتي؟ محل او مطعم، مكان اسمه بحرف الت، مش اللي جواه بحرف الت. لا ما اعرفش. مفيش حاجه في بالك؟ طب انا هديكي فرصه. ايوه بالظبط، هديكي فرصه واتمشى بيكي شويه في زيت كده، ويمكن نلاقي حاجه بحرف الت او انت تفتكري حاجه. ماشي. احنا بقالنا كتير قوي بنلف، ولو ما جاوبتيش حالا نروح فين. عايزه اقول لك ان النقطه هتروح منك. انا خلاص البنزين، لمبه البنزين نورت اهي. يلا انجزي. قهوي. ايه؟ تشيل اوت. ايه؟ تشيل اوت. شيل اوت عشان نحط بنزين صح؟ ايه ده؟ دي ذكيه قوي. بس هي شيل اوت لا تشيل اوت بالعربي. تشيل اوت. تشيل اوت. يلا بسرعه. يلا بسرعه تشيل اوت نحط بنزين. احنا في بنزين التوتال دلوقتي يا جماعه، والحمد لله انها بحرف الت، لان انا العربيه كانت هتفضى خالص. بس انت كده ضاع عليكي الحاجه اللي كنت هتاخديها. عادي عندي كتير. لسه في حروف كتير صح؟ ماشي يا جماعه. نور شافت بورش قدامنا وهتتجلد. لا لازم تشوفوها، شكلها مش باينه. برضو. طب مش مهم. هحط لكم صورة. بس ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ما شاء طيب الله. احنا مولنا العربيه الحمد لله، ودلوقتي داخلين على حرف الثاء، وده اختيار صعب جدا. انا جايه من اول الحلقه. حلقه ايه؟ من اول الفيديو. وانا مخططه لحرف الث ده. حرف الث هيبقى حاجه هتبسطكم جدا. ايه بقى؟ تلج. 30 نورث. 30 نور. اوكي ده هايل، وانا اصلا فري بالظبط بس انا مش مفروض اخد حاجه. انا بعد اللي اكلته ده مش مفروض اكل تاني. هو والله يعني بصي يعني احنا عايزين ايه؟
يا بنت اللذين، ده قلت حرف الث ده هتتعب فيه خالص يعني، مش هتلاقي له حل. عيب. يلا على 30 نورث كريب النوتيلا والموز بس. يلا ادينا في 30 نورث اهو، بس دي 3 مش ث. ايوه بس نطق ايه؟ نطق ث صح. هنطلب كريب طبعا. جاهزين يا بنات؟ لا احنا مش جاهزين، احنا يعني بس هنموت عليه. يلا بينا. بس نصور. One moment later. انا ما اكلتش حاجه اصلا. فين هو؟ ما اكلتش حاجه. فين الكريب؟ نادين فين الكريب؟ انا مش قادره احط اي حاجه في بطني، فلو سمحتوا فكروا معايا في حاجه بحرف الجيم وما تكونش اكل عشان انا مش قادره. جاد. جد جد ده كله اكل، هنروح نعمل ايه في جد يعني؟ ولا اكل ولا حاجه حلوه، انا الكريب كبس على نفسي. ها هو انتوا يا جماعه ليه طيبين كده؟ انتوا ليه لا خلاص مش هنساعدك مش هنساعدك. طيب انا جالي فكره، نروح سوبر ماركت، نروح جورميه. اشتري اي حاجه تنفع ذكية. للبيت. يلا ممكن اشتري توست ولا حاجه. وادي جورميه اهو يا جماعه، هخش اجيب حاجه مش عارفه ايه هي. بس انا مش عارفه ايه ده، بس هو شكله حاجه حلوه ومناسبه للدايت. هموت بجد. في نقط كده صغيره، بصوا يا جماعه. شيا سيدز. مناسبه للدايت قوي. دي عايزه تطلع. بصوا يا جماعه انا هدوق منها واحده جرانولا. امسكي كده. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي من جوه، شكله غريب قوي. اوه بجد شكله تحفه. يا لا طعمه حلو طعمه حلو. لا البتاع السيدز دي شكلها غريب قوي. ملهاش طعم. حلو صح؟ خلي بالك. ادوق؟ لا بلاش ده، ليه؟ هتلاقيه مسكر هو عشان كده شايلينه من البتاع اصلا. يلا يا استاذه نادين على حرف الحاء. يلا قدامك 10 ثواني، لو ما قلتيش حاجه بحرف الحاء هتروح منك النقطه. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. كشري حماده. انت بتغششيها ليه؟ كشري حماده. كشري حماده صح. انا قلت الحقيقه اموت. مش عارفه عشان انت عبيطه. يلا يلا فينا يا جماعه اقول لكم على حاجه في التشالنج ده، انا بجد مفكره في كل حاجه من قبلها. لا والله والله ذكيه يا بنتي يا نور. انا كنت اقول حميد بس انا اخترت كشري حماده عشان فيها رز بلبن. ذكيه. والله العظيم ذكيه يا بنتي يا نادين. انا عارفه. نادين هو على فكره اسمه البان حماده، مش مهم. بس انا هديكي اكسبشن. يلا ماشي يا ست. طيب استاذه نور جابتنا المكان ده عشان هي مخططه لكل حاجه وعارفه الحروف اللي هي جبتهم يا جماعه خبزه وشاورما او خبزه وشاورما. شايفه اهو هو واضح في الكاميرا. خبزه وشاورما بحرف الخاء. خبزه وشاورما. يلا يا نور هاتي حاجه واحده بس من خبزه وشاورما. انا بصوا انا ما هموت تجيبيش بطاطس يعني، جيبي ساندوتش بس. هموت من الجوع. ليه هتموتي من الجوع ازاي؟ عشان انا ما اكلتش كويس في بلبع. ليه ما اكلتيش كويس ليه؟ عشان المحشي كان سبايسي قوي. طيب خلينا تجيب لي ميه. عايزه اتاكد ان مفيش بطاطس. ايه؟ عايزه اتاكد ان مفيش بطاطس. لا ما تقلقيش البطاطس تحت في السيطره. بطاطس دي هي وجبه. هتدفعي ثمنها. هي وجبه. وجبه ايه؟ انت جايبه ساندوتش ما تستعبطيش. هيا يا ماما لقيتي ايه بحرف الدال؟ لقيت ده عشان حرف الدال. ده ديوان مكتبه. شفت انا شاطره ازاي؟ لا عليك يا جماعه، ده مش بيبسي والله ما تخافوش. لقيتي دارين. ايه دارين دي؟ ديوان حرف الدال عشان يعني مفيش حاجه في دماغي بحرف الدال قوي، فاروح اشتري كتاب. يلا تعالي نشوف. نور يا جماعه طلعت في المكتبه وكانت عايزه تشتري هي كتاب ليها. يا جماعه هو بجد شكله ملوش اي لازمه اصلا. ده مصطفى محمود. بصوا مصطفى محمود. جدع. وبعدين يا نور يعني ايه المشكله لما اجيب لنفسي كتاب؟ اتبسطي بيه، عايزك تقريه طول اليوم. على فكره انا بقرا كل الكتب اللي انا بجيبها. حصلش. انت اللي ما بتقريش. انت نور يا جماعه عندها الاف الكتب جابتها وما قريتهاش، وبصلي في الكتاب الغلبان اللي انا بجيبه ده. يلا اللي بعده. أنا. ذال. بصوا يا جماعه دي الوحيده اللي انا ذاكرتي ليها. ذاكرت ليها او غشيتيها مني بصراحه. ده بودي شوب. ده بادي شوب. ده مش مقاطعه؟ بصي هو انا قريت ان هم قالوا ان هم مش مقاطعه فعلا يعني. يعني؟ كده هيقولوا كده بس انا مش متأكدة. بس هو بيقفل في مصر يعني فيعني ماشي. ده بادي شوب.
هتجيبي ايه يا نادين؟ ماشي. معرفش بتاع ايه بالظبط بس هجيبها. يا جماعه احنا وصلنا المحل بحرف الر اسمه رالز جيرمان بيكري. طب يلا هاتي ارخص حاجه، انا زهقت. يلا اغلى حاجه. يلا. ارخص حاجه في المحل يا نور. يا جماعه ماما خلتنا اجيب ميه ودي حاجه حرام عليكي برضو، ده ارخص حاجه معديه ال 150 جنيه يعني. انت معاكي حق بصراحه. انا صرفت كتير قوي. يا الدور عليكي. زين صح؟ ماشي يا جماعه، انا الدور عليا المفروض اجيب حاجه بحرف الزين. مش لاقيه في اي مش لاقيه، انا جيت هنا اركان وتعبت كمان فانا باس. انا خسرت نقطه. طيب هياخدك معرفش اقول لك، هو اللي بيخسر بصي. بيخسر فيه ايه؟ هيبقى في دي بوكس تالت هتحطي رجلك فيه. لا مش 10 عارفة. دقايق. تعالي اللي بعده سين. نادين بسرعه جدا، حرف السين. تعالي اوريك. رايحه فين؟ هي رايحه فين؟ مش فاهمه. سيما. انت هتخشي السينما لوحدك؟ مين قال كده؟ لازم تطلبي طلب واحد وما ينفعش حد فينا يشاركك فيه، ده غير ان انا معيش فلوس. رايحه فين يا بنتي؟ يا بنتي هي رايحه فين؟ انا عارفه هي رايحه فين. فين؟ تعالي بصي. احنا مش قلنا حاجه واحده؟ انا اسفه كنت عطشانه قوي يعني بجد. مين بياخد شرب الكراميل من غير ميه؟ الله الله يا نادين انا محفظتي ابتدت تعيط، او يعني هي خلصت عياط خلاص. ممكن كفايه كده بقى. يا جماعه انا جات لي فكره جامده جدا بخصوص حرف الصاد، لان الصاد ده حرف صعب جدا. فانا بعت نور دلوقتي على الفرن، فرن اسمه مخبز الصدق، هي هتوريه لكم دلوقتي. هتجيب لي عيش بلدي. طلع بحرف الصاد صح؟ الصدق. صدقني. طب يلا نشوف حرف الضاد ده، انا محتاره فيه قوي. يلا. احنا دايخين على حرف الضاد. معانا جمانة وكادي الاول، سلموا عليهم، بقالهم كتير ما ظهروش معانا في فيديوهات، لكن الحمد لله ظهروا معانا. وهو الضاد ده بتاع مين؟ انا. طب يا نادين انت كده راحت منك نقطة وانا راح مني نقطة ودي راح بدها. والدنيا ضلمة واحنا عايزين نروح خلاص، تعبنا جدا. ايه رأيكم؟ نخلص الفيديو ونعمل لكم جزء تاني. طيب احنا عندنا اوبشن ان احنا نخلص لغايه حرف الضاد اللي هو تقريبا نص الحروف الابجديه، ولو عايزين جزء تاني نكمل فيه ال 14 حرف التانيين، وده هيبقى يعني هنجيب لكم بقى حاجات جامده جدا، لان احنا عندنا افكار لحاجات جامده. بس خلاص اليوم تقريبا بيخلص واحنا مش قادرين خالص. هو انا ليه لوني احمر ليه؟ عشان العربيات. لو عايزين جزء تاني من الفيديو وصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك، ساعتها هنعمل لكم جزء تاني، او 5000 عادي ممكن برضه. مليون. ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وكومنت. ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.